مساء الخير. فيلم برشامة عامل قلق كبير جدا على السوشيال ميديا، وصل لمرحلة ان في ناس بتتهم ناس تانية ان هي بتبرر للفساد وبتبرر للحاجات اللي ضد الدين. طب تعالوا نتكلم عن اهم شخصية اللي لعبها هشام ماجد في الفيلم، ليه استفزت الناس، ونحاول نفكر او نجاوب على اسئلتهم. في ناس قالت اصل هم متعمدين يبينوا الشيخ عبيط. فين؟ وهل الشخصية اللي لعبها مصطفى غريب محدود الذكاء كانت بالنسبة لكم ايه؟ ليه دايما معلقين على الفكرة ان البني ادم اللي متدين لا هم قاصدينه عبيط؟ هو مش عبيط، هي دي تركيبته. هو عايز يمنع الغلط بالشكل اللي هو شايفه، وحتى لما عملوا في نهاية العمل عملوا عشان وجهة نظر إنسانية ان هو أخف الضرر عشان خاطر ينقذ مستقبل بنت رضيعة، وبرضه الفيلم تهاجم بسبب ده. طيب النقطة التانية بتاعت ولادنا بيتفرجوا، والله يا جماعة ما هو احنا دلوقتي كبار وبنعمل سيرش وبنعرف الفيلم قصته بتتكلم عن ايه ومناسب للأطفال ولا لأ، وفي حاجة اسمها إرشاد أسري. فمش معقول أي موضوع هنتفرج عليه أو أي فيلم هنستخدم الكارت بتاع أصل أطفالنا أصل ولادنا. ما هو الأطفال ما ينفعش يشوفوا كل حاجة بمنتهى البساطة، وانت ده دورك ان انت تدور الفيلم مناسب ولا مش مناسب. طيب من ناحية تانية هم قالوا إفيهات كتير قوي والناس ما ينفعش تاخد بالفتوى بتاعت الشيخ اوكي انا افهم ان في ناس مش عاجبها الافيهات، شايفين فيها استسهال او ما ينفعش تيجي كلها من منطقه الشخص المتدين، او شايفينها انها ما ينفعش تيجي من منطقه قريبه للدين، ما كان ممكن ما يبقاش الضوء متسلط قوي على الافيهات من الناحيه دي، فيها استسهال، كان ممكن تتلعب الكوميديا من نقط تانية. هنا بنتكلم نقد، انما ان احنا نهجم على بعض ونتهم بعض ولازم يبقى في مزايدات. انت ما عجبش الفيلم ده مش عاجبك يبقى انت مش وطني، الفيلم ده عجبك يبقى انت مش متدين. احنا كده داخلين في منعطف خطر وفي ايام مفترجه، في ايام اصلا ما ينفعش فيها ان احنا نتخانق ونجادل، الناس بتعايد على بعضها. من ناحيه تانية برضو النقطه بتاعت يا جماعه احنا ما ينفعش ناخد فتوانا من راجل زي ده او طب ما طبيعي احنا اكيد مش هناخد الفتوى بتاعتنا من شخصيه في فيلم. يعني المشهد اللي بيتكلم عن فكره لمس الست او السلام على الست، هو كان في مراتي مدير عام في نهايه الفيلم تقريبا، يعني هو حرفيا، وبرده كلها يعني حوالين امور خلافيه. يعني هم مش مثلا بيهزروا في حاجات بجد يعني ايه فيها تعمل مشكله او تعمل ازمه او متعلقه بالدين بشكل صريح ان هي تضايق الناس او ما فيهاش احترام. لا الكلام ده انا الحقيقه ما شفتهوش. في كلام مهم جدا لازم اكرره واقوله، اساسا ما ينفعش نحكم على الشخصيات بحكم اخلاقي، لان انت مبادئك اللي اتربيت عليها مختلفه تماما عن غيرك، ده غير ان الشخصيه دي من لحم ودم، هو نفسه غير افكاره وغير مواقفه واعتذر وي. فانت لو طول الوقت قاعد متربص كده للشخصيه ومش عاجبك وده عمل وده خلى وده سوى، احنا مش هنشوف فن، مش هنشوف عمل فني. احنا هنتفرج بقى على مدينه البط، المدينه الفاضله اللي محدش بيغلط فيها.